السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وفي أتم الصحة والسعادة يا رب. هنعمل النهاردة مع بعض البط البلدي، هننضفه. أنا عارفة إن هي الفكرة صعبة شوية، فحبيت أشارككم الفكرة. هنا حلة حطينا فيها مية ومعلقتين خل وشوية ملح علشان ايه يسهلوا كده في طلوع الريش. لما المية غليت حطيت فيها البط. البط ده كبير يا جماعة، فعشان كده انا غليت له المية. طبعا البط لما بيبقى صغير شوية مش بنخلي المية توصل لمرحلة الغليان. بننزل بقى البطاية زي ما انتوا شايفين كده، وايه وبنقلبها بقى شوية على الظهر وشوية على البطن، شوية على الظهر وشوية على البطن لحد المية ما تتغلغل للجذور بتاعة الريش. شايفين؟ الريش طلع بكل سهولة. احنا بنقعد بقى نقلبها على كل الجوانب كده وعلى الجنب والظهر والبطن علشان ايه الريش يطلع منها بكل سهولة. طبعا هنا كانت البطاية سخنة، مش عارفة امسكها ازاي، جبت فوطة المطبخ ومسكتها من الرجل عادي يعني. بنتصرف. دي كانت بطاية، انا عملت بطاطين. انا هنا كنت بصور بايد وشغالة بايد. بس الريش كان بيطلع بسهولة خالص. اهم حاجة بس يا جماعة المية تغلي بزيادة ويبقى فيها خل وفيها ملح. ونقلب بقى، ما نسيبش البطة ثابتة في اتجاه واحد، لانها لو ثبتت على اتجاه واحد تسلخ منك. فاحنا بنقلبها على كل الجوانب. انا الكاميرا علقت مني، يعني لان كنت بصور بايد وشغالة بايد، فالكاميرا علقت مني على جنب. فكان في شوية آه، تسلخات كده يعني. لكن في العموم لما نيجي نشتغل بنقلبها على كل الجوانب، ما بنسيبهاش تغيب في المية علشان الريش يطلع بكل سهولة من غير اي خسائر. تمام. اهو الريش بيطلع بسهولة خالص اهو، مفيش في اي حاجة. هنطهرها بقى من الريش كله عامة ونفتح بطنها. انا لما جيت افتح بطنها طلعت دم في المية، فطبعا ده ممنوع في اليوتيوب. فعلشان كده انا ما صورتش الخطوة دي، انا صورت معاكم المكان اللي هنفتح منه. وبنطلع الحاجات ازاي، بنطلع كل الحاجات. مش بناخد من الحاجات اللي هتطلع دي غير الكبدة والقناصة والقلب بس. وبقية الحاجات كلها بقى بتتشال بتترمي، ملناش علاقة بيها خالص يعني. في حاجات بقى بتبقى بين الضلوع جوه في العظم، اسمها فشة. في ناس لما بييجوا يطلعوها بتتهري منهم، فانا انصحكم تسيبوها شويه في الميه، يعني تفتحوا البطن بتاعه البطه وتسيبوها شويه في الميه علشان الحاجات دي تتجمد، لان هي بتبقى عباره عن تجمعات دمويه اللي هي الفشه اللي انا بتكلم عنها دي. فهتسيبوها شويه كده في الميه البارده، وبعدين تيجوا تطلعوها بقى من بين الضلوع، هتطلع كلها مع بعضها قطعه واحده. لكن لما بتيجي تفتحي البطن وتيجي تطلعي الفشه بتبقى عباره عن تجمعات دمويه، بتبقى سخنه. فتيجي تطلعها بتتهري فمتطلعش كلها، والفشه دي بالذات لازم تطلع كلها على بعضها، لان هي بتبقى سبب اساسي في الزفاره. عافانا وعافاكم ربنا يعني. فاحنا مش عايزين يبقى في اي سبب للزفاره خالص. بنطلع بقى الفشه اللي بقول لحضراتكم عليها، وبنطلع الحاجات اللي بتبقى، بص كل ما هو جوه عظم بنطلع التجمعات الدمويه اللي فيها كلها. هنا كانت انا كنت نضفت طلعت كل الحاجات اللي قلت لكم عليها. وببدأ بقى اغسله مرة واتنين وتلاتة واشطفه واروق عليه خالص لحد ما بيجيب مية بيضة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بحط عليه محلول النقع بتاعنا اللي هو عبارة عن جنزبيل وملح وليمون، وممكن نحط دقيق برضو، تحفة خالص في التنظيف. بسيبهم حوالي 3-4 ساعات ينقعوا، وبعدين بشطفهم من المية بتاعتهم واكيسهم، سواء احطهم في الفريزر او لو هطبخه على طول. بيبقى جميل خالص وما بقاش فيه اي ريحه زفاره. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تضغطوا لايك ليه واشتراك للقناه عشان قناتنا تكبر بيكم ليكم. سلام.